الصيف يعني الساحل والغردقة وشرم الشيخ، وكل الناس الطبقة المتوسطة يعني بلطيم والسخنة واسكندرية. وكلنا سمعنا عن حادثة السايح الروسي اللي القرش قسمه نصين، وبقى كل الناس على السوشيال ميديا عمالة تتكلم عن القروش السفاحة وهجومها على الناس. وأمريكا أكبر دولة حصل فيها هجمات للقرش من سنة 1850 لحد دلوقتي 1563 حادثة، وبعدها استراليا 682 وجنوب أفريقيا 258. وبالنسبة للدول العربية مصر 22 هجوم، وبعدها العراق 8، وبعدين ليبيا والسعودية 5 هجمات. وبعيد عن النصايح اللي بتقول اقف للقرش وما تتحركش او اضربه بزعنفته او بلاش تعمل بيبي في المية علشان القرش بيقرف وهيقرمك، لان كل ده مش تخصصنا والعمر مش بعزاء عشان نجرب الكلام ده صح ولا لا. لكننا هنتكلم عن سمك القرش، هل هو حيوان مسالم واحنا اللي بنزعجه، ولا هو حيوان سفاح ودموي وبيحب لحمة البشر؟ في دراسة حديثة في ولاية كاليفورنيا في أمريكا عن طريق درون اللي هي الكاميرات اللي بتطير دي، لقت إن الناس اللي بتمارس رياضة ركوب الأمواج كانوا قريبين من تجمعات سمك القرش، لكن ما حصلش إن القروش هجمتهم. طيب ليه ساعات سمك القرش بيهاجم الناس من غير سبب؟ في نظريتين، نظرية لخبطة الشكل واتعملت سنة 1974 وعملها هنري ديفيد بالدريدج، وبيفسروا الهجمات على ان سمك القرش بيعيش تحت المية فبيستخدموا الحواس الكهربائية والحسية عبر جلدها عشان تكتشف الطيارات والحيوانات اللي حواليه. وعلى عكس البشر سمك القرش عنده حاسة شم شديدة الحساسية بتساعدها انها تتبع الفريسة حتى في المية القليلة. لكن علشان الصيد سمك القرش بيحتاج نظر حاد علشان يقدر يتعرف على الفريسة ويهاجمها، لكن القرش عنده عمى ألوان. أيوة زي ما سمعت كده، عينيهم عندها نوع واحد بس من الخلايا المخروطية في العين، عكس البشر اللي عندهم 3 أنواع من الخلايا المخروطية. وحتى البني آدمين اللي عندهم عمى ألوان عندهم نوعين من الخلايا المخروطية. علشان كده القرش عنده مشكلة كبيرة في النظر. والأدلة الفسيولوجية والدراسات السلوكية بتقول إن سمك القرش بيشوف كل حاجة رمادي. علشان كده النظرية دي بتقول إن القرش ما بيقدرش يميز شكلنا كويس وبيفتكرنا حاجة من اللي بيحب ياكلها زي كلب البحر أو الفقم، وده بسبب إن البني آدم وهو بيعوم بطريقة شبه الفقمة وهي بتعوم، واللي بيزود المشكلة بدل الغوص اللي بتدي نفس الشكل. النظرية التانية في بحث جديد عمله عالم الأحياء إريك كيلوا وكارل ماير، قالوا إن نظرية الشكل الغلط اللي فاتت دي مش صح، وقدموا نظرية جديدة بيقولوا إنها تفسير أحسن لهجمات القروش. وبيقولوا إن نظرية الشكل الغلط بتهمل الدور المهم لبقية الحواس اللي سمكة القرش بتستخدمها في الافتراس، وبتركز على النظر بس، رغم إن في نوعين من الحواس الرئيسية المهمة للافتراس، أولها السمع لأن الصوت بيتنقل بسرعة تحت المية، والتانية الاستقبال الميكانيكي اللي هو قدرة القرش على تحليل المعلومات حوالين الأمواج في المية. وفي الحقيقة الدراسات الحديثة بتقول إن الأصوات اللي بيعملها راكب الأمواج بتختلف عن الأصوات اللي بتعملها الفقمة أو السلاحف البحرية، علشان كده صعب إن سمك القرش يغلط بين الإنسان والفقمة. وبرضه سمك القرش الصغير اللي ما بياكلش الحيوانات الكبيرة زي الفقمة ساعات بيهاجم الإنسان. علشان كده كيلوا وماير قدموا نظرية جديدة، هي نظرية الاستكشاف الطبيعي، وبيقولوا إن سمك القرش ما بيغلطش لكنه عامل زي الطفل الصغير اللي كل حاجة يحطها في بقه علشان بيستكشف العالم حواليه. بكده فسمك القرش بتستكشف عن الكائنات اللي حواليها وتشوف تنفع للأكل ولا لأ عن طريق عضها. وسمك القرش ما بيعلمش الصغيرين الصيد، لكن بيسيبهم يستكشفوا بنفسهم، والقرش ما عندوش حاجة يستكشف بيها العالم غير بقه. طيب هجمات سمك القرش برضه مش كتير، فلو كل سمكة قرش عضت واحد عشان تدوقه مش هنخلص، يبقى ايه اللي بيحصل؟ النظرية بتقول ان الفرق في شخصية سمك القرش، ففي سمك بيكون خجول وبيحاول يبعد عن الحاجات اللي مش عارفها رغم انه عايز يستكشف، لكن عدد قليل من القروش بيكون عندهم جراءة ومخاطرة بتخليها تعض حاجات مش معروفة ليها ومن ضمنها البني آدم. انت شايف انهي نظرية صح ولا عندك تفسير تالت؟ استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.